أي امرأة تمتنع عن فراش زوجها خلاص مفيش ملايكة هتلعنها تاني، لأن الملايكة مش شغلتها اللعن. ده مش كلامي، ده كلام علي منصور الكيالي. يا سيدي، الملائكة الكرام ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد ولا. طيب معلش، يعني والله العظيم، يعني بأي منطق غبي بنتكلم؟ يعني مثلا، يعني جاء الليل، الله بيقول لنا الملائكة الكرام اللي عم سبحوا خلص توقفوا عن التسبيح، انزلوا على غرف النوم، فتشوا بغرف النوم، انظروا أين أنثى ما يراضي ذكورية زوجها اللي الذكر، لأنه هو سيادته ذكر. إن شاء الله جاي سكران نص الليل لازم ترضيني. شوف هالغباء. ولو جوزك جاي سكران نص الليل وبده يستمتع بدك تلبي. شوف هالمنطق الغبي. فالملائكة بس شغلتها بقاء يلعنوها للصبح. بده يعني هذا الغبي بده يكذب الله صراحة. الله يقول صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي ونفسي عليك الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله، أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط كان الذي في السماء ساخطا عليها، يعني الله وملائكته. وهذا وعيد عظيم لكل امرأة لا تسمع كلام زوجها وتعصي زوجها. فالواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف. واجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف. ده معنى الحديث. معنى الحديث النبي بيخوف النساء، بيخوفهم، بيقول لها اسمعي كلام جوزك، اسمعي كلام جوزك، ولي أمرك اللي هيخاف عليك أكتر من أي حد. ما تخرجوش من البيت إلا بإذنه، ما تعمليش حاجة إلا بإذنه، ما تتصرفيش في أي شيء إلا بإذنه، عشان يكون في أدب وود وتعاون بينكم وبين بعض. التخويف مش معنى الكلام إن الملائكة هتسيب التسبيح زي ما الغبي ده ما بيتكلم وهتنزل تلعن النساء في غرف نومهم. لا، لا يا غبي. هنا النبي بيعلم النساء والرجالة إنهم يعيشوا مع بعض بالمعروف وبالأدب وبالاحترام. جوزك طلبك، جوزك عاوزك في أي مسألة، مش شرط غرف النوم، مش شرط في غرف النوم. ده شكله مراته بتنيمه على الكنبة فهو عنده يعني تعبان نفسيا